السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة وصفات لذيذة مع إيمان. اليوم جيت راح نشارك معكم شوربة افريك. الفطور تاعنا ان شاء الله لنهار اليوم ودائما بلمسة إيمان، وان شاء الله تعجبكم. نفوتوا مباشرة المقادير. عندي توابل لهنايا، اديت الملح على الفلفل الاحمر الحار، على الكركم، فلفل الاسود، ولهنا راس الحانوت. راس الحانوت هذا كما راكم تشوفوا فيه اصفر، راهو ما شاء الله، والريحه ما نحكي لكمش، نوعيه جيده جدا. كي تجوا رايحين تشرو لازم تخيروا اللون اللي يعود هكا غامق، لانه تعرفوه باللي راهو مركب من التوابل ومن مواد بزاف صحيه ومليحه، منها الكزبر، تيزانه، الكركم، العرق الاصفر. يعني ما شاء الله هو يمشي مع 21 حتى 23 نوع من الاعشاب. عندي كميه من اللحم اللي هنا خيرته كما راكم تشوفوا فيه، راهو اغلبيته بالشحمه، لانه الشوربه فريك تحب اللحم اللي يكون بالشحمه، باش هكا احنا ما نكثروش لهاش الزيت وتطلق لنا البنه نتاع الشحمه خير وخير. عندي حبه تاع طماطم، سنينه تاع ثوم، وحبه نتاع بصل على الفريك. لهنايا الفريك كما راكم تشوفوا نوعيه راهو من النوعيه الجيده، مش الخضراء الغامقه هذيك. الغامقه هذيك بزاف راهي مش مليحه، من بعد ديرلكم الرغبه في الشوربه تاعكم وما تتحصلوش على البنه المليحه. البنه المليحه في هذا اللي تلقاوه رايح للون الاصفر، هذاك هو الفريك الاصلي والمليح واللي يعطيكم البنه. اما الاخضر هذاك انا ننصحكم انكم تيفيتيوه، لانه ما فيه حتى بنه. نفوتوا الان طريقه البرمه نتاعنا كيفاش راح نديروها تاع شوربه فريك. نجيب لهنايا القدره نتاعي اللي راح نطيب فيها، حطيت فيها مغرفات من الزيت، حوالي 4 مغارف تاع زيت هكاك، ورايحه البصل والطماطم تاعي راح نقطعهم قطع كبيره دوك تشوفوهم. نجي لهنا باسكو من بعد انا محتاجه الشوربه تاعي راح نصفيها، حابه نتحصل على الشوربه بطريقه الاعراس. نقصوا كلشي كبير راكم تشوفوا، حتى سنينه الثوم قصوهم على 2 ولا على 3 فقط. من بعد تجيكم واحد الشغيبه صافيه ما شاء الله تاكلوا وعينيكم مغمضين. نزيدو نجي لهنا ونقطعوا حبه تاع طماطم كبار ثاني، قطع كبيره عفوا، كيما هكا. لهنا بعد ما قطعت كل شيء كما راكم تشوفوا رايحه نحط عليه الطرف تاع اللحم ونخليه مساع يتقلى وحدهم. دوكا مانيش راح نحط عليه التوابل، كما تعرفوا التوابل راهي بعد تتحرق معكم. انا راح نحط عليها غير الملح فقط، باش هكا البصل والطماطم يطلقوا لي الماء تاعهم ويتقلاو حاجه مليحه. نحطوهم على النار. لهنا بعد ما حطيتهم يتقلاو لازمتني نحركهم كامل مع بعضهم. لهنا هذه القدره تاعي كما راكم تشوفوا فيها راهي عندها سنين وسنين هي عندي، وشي دائما السر تاعها كيفاش راهي قاعده هكا تبان لكم جديده وما صرالها والو. راهو السر تاعها لازمتني نطيب على نار ضليله فقط، لازم تكون نار هاديه بزاف. ونحطوا الشوربه تاعنا، منها تحافظوا على القدره نتاعكم ومنها الشريبه نتاعكم ثاني طيب ما شاء الله كتعود على نار هاديه. نخليهم دركا حتى يتقلاو مليح مع بعضهم. من بعد باش نضيفوا التوابل دوكا لازمني نغطيها. كي نغطيها لو فار تاعها ما يخرجش، يقعد فيها البنه تاعها كامل تقعد لداخل. لازمتني نقعد مغطيتها الوقت اللي تعود تتقلى فيه، وخطرات هكا وين نقلبهم باش ما يلصقوا لكمش. لهنا بعد ما خليتها تقلات بدات معايا الوقت حوالي 20 دقيقه وانا نقلي فيها. شوفوا معايا راهو ذاب كلشي فيها، بصله، طماطم، اللحم راهو ربي يبارك طال قريتو، ميم هو بدا يطلق في اليد نتاعو. دوكا راح نضيف لها التوابل كامل، بسم الله، ونخلطو مليح. لهنا بعد ما تقلت التوابل معايا ثاني راح نزيد لها مغرفه تاع طماطم مصبره، مغرفه كبيره كما راكم تشوفوا، ونحلها مع الماء هذا اللي راهو لداخل تاع البصل والطماطم. نحاولوا نقلوها شويه باش هكا نحو منها الحموضه نتاعها. لازم تتقلى الطماطم المصبره لهنا، لانه كما تعرفوا ساعات كي تعود الطماطم بزاف تطلق حموضه هكا في المرقه، بصح في المرحله هذه كي نقليوها راح تروح من هذيك الحموضه، تنقص منها ونقدروا نتحصلوا على المرقه تاعنا حمراء وبنينه. ولا هنا بعد ما تقلى معايا كلش راح نجيب الماء سخون بسم الله ونصبوا.
هكا راني ديما نقول لكم نديروا الماء سخون مع اللحم، باسكو اللحم قادر يعود هو سخون والماء بارد يتشوكا وينبز، ومن بعد راح يتكمش لكم ثم واش راح يعطيكم البنه نتاع اللحم والله هذيك الهشاشه اللي تعود في اللحم بعد ما يطيب راح يتقلص معكم. نخلطوها ونخلو دوك اللحم تاعنا حتى يطيب، ومن بعد كملوا معايا الفيديو حتى للاخير باش تعرفوا كاينه حاجه راح نضيفها باش هكا تحصلوا على شوربه خاثره وبنينه كيما تاع العريس. لهنا بعد ما طاب معايا اللحم تاع الشريبه نتاعي، شوفوا معايا لونها راهو شهي ما شاء الله. شوفوا معايا الدم راهو ما شاء الله طالع نتاع الشحمه اللي كانت في اللحم. وشي كيجيو رايحين ندو اللحم بشحمته ندو كميه يعني تعود مليحه اللي ما تضرناش في صحتنا طبعا. راح نجيب اول حاجه صحن اللي راح نحي فيه اللحم نتاعي باش هكا كي نصفي ما يدخلكمش مع البصل والطماطم اللي كاينين، وتخلوا اللحم تاعكم شاد روحو لانه لهنا راه طايب معايا بزاف اللحم ما شاء الله. والماكله اذا حبيتوها تجيكم بنينه ومليحه من الضروري انكم تطيبوا اللحم تاعكم مليح. هاي لكم شو مفصوله على بعضها اهو ربي يبارك. دركا راح نصفي المرقه نتاعي بسم الله بشويه عليكم برك تصفيات مع بعضكم تسخونه صفوا غير بالخمر بسم الله فوالا. ونبقاو نحركو حتى نطيب المرقه معنا نتاعنا صافيه. اللي هنا بعد ما صفيت المرقه تاعي راح نعاود نرجع في وسطها اللحم، نحطو غير بالعقل برك لانه دوكا فهمكم بلي الفريك كيفاش حتى غسلتوه باش هكا ما تخافوش على اللحم تاعكم تقولوا طيحنا بزاف ولا. لهنا شوفوا الفريك نتاعي كيفاش راهو وكيفاش غسلته. انا الفريك نتاعي لهنا كيما شفتوه قبيله اللون تاعو راه ما كانش كيما هكا، راني غسلته بالماء السخون درتلو شحال من غسله بالماء السخون. بعد ما غسلته بالماء السخون شوفوا معايا كيفاش تنفخت الحبه تاعو وعدت نضيفها بزاف فتح لكم منه هذاك كيفاش نقولوا لهم حنايا حوايج هكا تاع كي يدشوه ويرحوه وكلش يطلع منه الدقداق الغبره كل شيء. الان شوفوا كيفاش راهو اللون تاعو راهو ضاوي ما شاء الله عليه. لازمتكم تغسلوه بالماء السخون شحال من خطره حتى ينضف معكم مليح. ولهنا الحاجه اللي قلت لكم تبعوا معايا راح نخثر بها الشوربه تاعي هي هذه، احنا عندنا يسموها الدكوكه ما عرفش في باقي الولايات واش يسموها، بصح حنا عندنا يسموها الدكوكه. الدكوكه هذه منين تجي من الفريك بعد ما نغربلو الفريك طيح منه الدكوكه هذه. الدكوكه هذه ما لازمتناش نطيشوها باسكو نحتاجوها ساعات في البوله تاع الفيوند كي نشدو اللحم المرحي نقدروا اللحوم غير فات تعطينا ريحه وبنه مليحه في لاصوص تاعنا. كيما نقدروا نضيفوها مع البطاطا كي نحبوا نشكلوا بها البطاطا المرحيه نحبوا نشكلوا بها هكا حوايج ولا دي بلان نديروهم في الكوشه ونعطوها شكل لحوم عام غير فيها. كيما دوكا انا راح نستخدمها دوكا راح نلوح الفريك نتاعي ونلوح معاها الدكوكه هذه راح تعطيها قوام ثقيل ومليح. تلقاوها ايضا تتباع غير عند العشابه الناس اللي ما تخدمش الفريك راكم تلقاوها تتباع عند العشابه. دوكا نحط انا الفريك تاعي لهنا تقريبا راهي الشوربه نتاعي ما تطولش وتوجد معايا. وهذه الدكوكه تعطيكم اختاره ما شاء الله مليحه بزاف. وساعه نحركو باش هكا ما تدوكش معكم الفريك من تحتها. ونضيفوا الدكوكه تاعنا دوكا بسم الله ونحركو وندي نرجعها فوق النار ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. لهنا بعد ما قربت تطيب معايا تقريبا ساعه راح نطفي عليها راح نزيد عليها الحميمصه المشمخه وكنت مطيبتها حطيتها قبل في الكونجيلاتور فقط. لهنا بعد ما غليت الحميمصه شويه راح نحط عليها الفليفلات حارين يعطوها منظر وبنه ما شاء الله. اللي يحب ينقص الفلفل انا برك نحب زياده على اللزوم شويه فلفل. كيما نديروا لها رشه النعناع. النعناع راح يبدل لكم ريحتها ومذاقها نهائيا يعطي لها ذوق خاص يعني ما نكتبوش الشريبه. كيما نزيدوا لها شويه الدبشه هذه لهنا ديجا القدره تاعي يعني طفيت عليها انايا وشي كيما تعرفوا تاع القدره راهي تشد السخانه على بها راهي كما تشوفوا فيها راهي تبان تغلي هي لا راني طفيت عليها وخلاص. درك ان شاء الله وجدت معنا الشريبه تاعنا
ونتلاقاو من بعد ان شاء الله في صحن التقديم. هذه الشريبه تاعنا بعد ما وجدت راكم تشوفوا فيها، راهي شريبه ما شاء الله ريحتها تهبل وتشهي. نروحوا نحطوا شويه في الصحن باش نروحوا نفطروا مع بعضنا، وان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تعجبكم شريبتنا. ديما قبل ما نحطوا نحركوا الساع من الفوقه لتحتها باش هكا يتحرك معنا الفريك، الحميم صار حناها كل شيء يتحط مع بعضه يعود مليح. شوفوا معايا بسم الله. شوفوا الحميمه راهي زيت فيها النص ربي يبارك. اللي يحب يديرها اللي يحب يستغنى عليها، بصح من الافضل كما احنا عندنا في مناسباتنا وفي عرسنا ما نستغناوش عليها. كيما نحطوا معها شويه الفلفل اللي راح يزيدها بنه ولون ومنظر، وكي نحطوها نكملوا نديروا عليها رشه تاع الدبشه كيما نكملوا نختموها دائما بالرشه تاع النعناع هذه. ودركا ما بقى لي نقول لكم البنات والفحلات والزينات، غير صحه رمضانكم وصحه شريبتكم، ونزيدوا نتلاقاو ان شاء الله دائما في وصفات لذيذه مع ايمان وبصحه.